السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم مرة تانية من سليفري. الحمد لله احنا وصلنا اسطنبول على خير، وحبيت النهاردة كده مخصوص اقوم اشارك معاكم روتين يومي البسيط علشان اطمنكم علينا. والناس طبعا اللي متابعينا على الانستجرام عارفة ان احنا وصلنا الحمد لله بقالنا يومين، فتأكدوا كده ان انتوا تتابعوني على الانستجرام امونة في تركيا، بحاول اطمنكم دايما علينا. وصلنا طبعًا إسطنبول، أنتم عارفين يوم السفر بيكون يوم تعب وإرهاق، يعني ما عملتش أي حاجة خالص غير إن أنا نمت، يمكن حتى وقت الفطار ما صحيتش على وقت الفطار، فطرت متأخر يومها. آآ تقريبًا رحلة السفر بتاعتنا أخدت 9 ساعات، أنا طلعت من جمشانة الساعة 6:00 ص، وصلت هنا إسطنبول بيتي 15:30 لإني طبعًا سافرت من جمشانة لطرابزون، أخدت الطيارة من مطار طرابزون لمطار إسطنبول. نوعًا ما بيتي بعيد عن مطار إسطنبول هنا، فيعني اليوم خلص في رحلة السفر. أول ما جينا بصراحة إسطنبول الجو كان حَر، وحسيت بفرق الاختلاف في الأجواء الطقس، يعني بقى إحنا جايين لابسين تقيل والبلطو وشال، والجو كان حَر جدًا، ويعني لدرجة إن أنا خُفت إن أنا والولاد نعيا عشان عرقنا من الحَر، ولكن ده يا دوبك بس لحد الحمد لله ما كنا دخلنا البيت. بعد كده على بالليل اتفزعت من صوت البرق والرعد، أجواء شتوية، إسطنبول كانت مطر ورعد يعني عندنا هنا في سليفري. وفعليًا اليوم اللي أنا باصور لكم فيه الفيديو دوّة زي ما تقولوا بقى هي موجة برد جاية تركيا، وسط إسطنبول كان فيها تلج. سليفري النهارده زي ما أنتم شايفين مثلًا كده تحسوا إن الدنيا منوّرة في شمس، بس فعليًا الجو برّه برد، الجموشهانة مش قادرة أقول لكم. حاولت أشارك معاكم كده في فيديو story short يا ربي على قناة اليوتيوب، أجواء فظيعة شتوية، التلج نزل بقى 10 سنتي، يعني سبحان الله في يوم وليلة الجو تمامًا اختلف في جمشانة. بس الحمد لله إحنا وصلنا اسطنبول. زي ما أنتم شايفين بقى أنا صحيت النهارده قُلت كده روتين بسيط في البيت، إن أنا دخلت روّقت غرفة الولاد ورتّبتها زي ما أنتم شُفتوا معايا بالشكل ده. هنا كمان بقى دخلت على الصالة كده سريعًا، قُلت برضه إن أنا أكنسها. هو أنا بصراحة يعني البيت كلّه عايز يتكنس ويتمسح، البيت عندي مش متبهدل ولكن هو يعتبر كإنه مقفول بقى له شهر، فإلا لازم إن الهوا يتجدد فيه ومؤكد فيه تراب ناعم وكده. وبصراحة يعني كنت عايزة الصالة بصراحة إن أنا أشيل السجاد وأمسح وكده، بس الولاد ما كانوش مساعدينّي النهارده، حسيت إن هيتعبوني، وأنا بصراحة لو هاصوّر معاكم الروتين يعني تصوير الروتين بيبقى صعب شوية، فلازم تبقى الغزالة رايقة زي ما بيقول، سواء عندي أو عند الولاد عشان ما يشاغبنيش. فقُلت أستنى كده شوية لمّا جلوزار أنا لسه ما وديتهاش الحضانة، قُلت خلّيها برضه تستريّح من يعني مجهود السفر والأجازة وكده. الحمد لله نومهم الولاد عندي متضبّط، حتى هُم في الأجازة كانوا بيناموا بدري وبيصحوا بدري، ولكن قُلت خلّيها إيه مع بداية الأسبوع يعني إن أنا أودّيها الحضانة مرّة تانية. داوود أنتم عارفين من قبل ما نسافر أجازة مصر ما بقيتش أنزّله اللي هو مش هاقول لكم الحضانة، اللي هو الكُتّاب ده يعني ما استفادش منّه أوي، وبالنسبة لي مش مُجدي، يعني ساعتين ما فادتنيش في حاجة، خاصةً لو كنت دايمًا أقول لكم التوقيت اللي هو بيروحوا في الساعتين اللي هي بتبقى أصلًا وقت الإيه خلّينا إيه اللي هو المولى اللي هي زي الbreak. فلو أنا عندي مشاوير أو مشغوليات مثلًا حاجات حكومية أو أي حاجة يعني مش باستفاد. فبصراحة داوود قُلت لأ خلّيه إن شاء الله بقى مع بداية السنة الجديدة أودّيه الحضانة، يعني تبقى حضانة كده زي بتاعة جلوزار. إن شاء الله لو في نصيب ربنا أحيانا جليزار مفترض تدخل بقى المدرسة السنة دي، لسه إن شاء الله هنشوف لمّا الصيف ييجي ونقدّم لها وكده. المهم زي ما أنتم شايفين أنا برضه كنست الصلاة سريعًا ودخلت هنا، يعني لمّيت غسيل، كنت طبعًا من بالليل حطيت غسيل لإن سفر يعني غسيل، already كان عندي غسيل already أصلًا السفر بيبقى فيه غسيل، غسلت كده دورة غسيل. وهنا باقول يا ريتني عملت نفس الغلطة اللي أنا باعملها كل مرة، إن أنا أطبّق الغسيل وسط الولاد، وطبعًا ده بيكون بقى إيه هتعيشوا معايا أجواء دلوقتي، أجواء الشغب. داوود قال يعني عايز يساعدني، ولكن هو يا عيني
يعني هو شايف إن هو بيساعدني لكن بيغلّبوني، أنا أصلًا ما باحبش تطبيق الغسيل وبيكرّهوني وقتها في تطبيق الغسيل أكتر، بس بما إني كنت باصوّر وباشارك معاكم فنسيت بقى وقعدت واندمجت إن أنا إيه، يعني أشارك معاكم روتين يومي، بس زي ما أنتم هتشوفوا إن الولاد مش هيسيبوني وهيقعدوا يناكشوا فيّا. المهم مش هاعمل أي حاجة تاني في البيت يعني كترويق، لإن فعليًا البيت مش متكركب، هو بس فعليًا عشان نغيّر من جو البيت. طبعًا أنا فتّحت برضه الصالة والمطبخ وأوضة الولاد زي ما أنتم شُفتوا، عشان بس إن أنا أجدد وأغيّر الجو، وبعد كده إن شاء الله نبدأ واحدة واحدة بقى إيه، إن إحنا نشوف أشغالنا وحياتنا في البيت إن شاء الله. هنا بقى أخدت قرار كده فجأةً إن أنا أعمل حاجة بقى لي سنتين عايزة أعملها وواخدة النية بس ما كنتش عملتها، وهي إن أنا أشترك في القنوات العربية. أنا واحدة من الناس بصراحة أصلًا ما باتفرّجش على التلفزيون خالص، ومن ساعة ما بقى عندي الولاد على طول على القنوات بتاعتهم الكرتون، يعني ما فيش أي حاجة ترفيهية أو أي حاجة يعني تخلّيني متواصلة مع العالم الخارجي. أنا حتى الأخبار باعرفها منكم أنتم الناس اللي بتكتب لي في التعليقات لا قدّر الله لو حصل حاجة وبتسأل عنيّا تطمّن، فحاسة إن أنا معزولة. وقررت بقى بصراحة إن أنا أشترك في القنوات العربية كمان. أنا كنت جايبة الجهاز اللي يخلّي الجهاز بتاعي smart مخصوص عشان الحاجة دي من سنتين، بس سبحان الله ما اشتركتش. فالنهارده كلمت الراجل المختص، فهو قال لي إن أنا في كده برنامج أعمل له داونلود من على جوجل ستور، وزي ما أنتم شايفين مجرد ما حمّلته ادّاني كده password وuser name، فتح لي بقى القنوات. طبعًا في أقمار كتير، أنا على طول دخلت على القمر المصري، وبدأت إن أنا كده أفتح القنوات العربية، المصرية، فكنت مبسوطة قُلت أخيرًا قناة المحور يا جماعة نتعلم بقى طبخات ووصفات، وبرضه في حاجات للولاد كرتون وكده، فعملت الخطوة دي سبحان الله النية من سنتين، ولكن هو كان النصيب إن أنا أعملها النهارده. ياه! برافو. هنا بقى كنت عايزة أروح السوبر ماركت أشتري حاجات، فالولاد قالوا لي نلعب في البارك شوية، فلعبوا حبة صغيرين لإن زي ما أنتم شايفين في شمس بس الجو فعلًا كان برد، يعني وقتها أنا بقى عرفت إن الجو برد لمّا نزلت من البيت. طبعًا هنا على السوبر ماركت داوود هو اللي قرر يعمل بقى الshopping بتاعه، فراح يختار الحاجات اللي هُم بيحبوها، اختار الcorn flakes اللي بيحبوه، وهُم دايمًا بيحبوا يشربوا العصير الكاكاو باللبن، بس النهارده داوود قرر يغيّر المنيو ويجيب فراولة. فطبعًا زي ما أنتم شايفين بقى ما انساش جلوزار لمّا بيجيب لنفسه بيجيب كمان لجلوزار. وأنا كنت نزلت السوبر ماركت عشان أشتري حاجات بسيطة، طبعًا برضه أنا البيت يعتبر عندي لسه فاضي، ما نزلتش ولا خزّنت البيت ولا أي حاجة، يعني ده تاني يوم فعلًا لسه جاية، بس النهارده علشان أعمل الفطار يعني كنت عايزة أعمل أكلة بطاطس وكده، فمحتاجة كام بطاطساية فبصراحة برضه البطاطس مش عاجباني، الخضار ما كانش قد كده. خاصةً البطاطس، يعني أنا باحب نوعية معيّنة كده، باحب البطاطس اللي هي تبقى يعني ما فيهاش تعاريك وتبقى طويلة كده، يعني مش صغنّنة، فعلى قد ما أقدر حاولت كده أختار كام واحدة، مش كتير برضه عشان إيه، أقدر أشيل. يعني قُلت أشتري الحاجات اللي محتاجاها للطبخة بتاعتي النهارده. ومن وقت ما أنا كنت عند حماية، أنا يعني أنتم عارفين هنا في تركيا معجون الطماطم ومعجون الفلفل بيستخدموه في طبخاتهم، أنا باستخدم معجون الفلفل يعني في بعض من الوصفات، بس عند حماية هو بيحبه، فكنت دايمًا باستخدم كل أكلة طبختها كنت باحط طماطم وفلفل، حاسة إن فرق الطعم وعجبتني، قُلت أنا يعني عايزة أجيب، فكنت عمّالة بادوّر أهو زي ما أنتم شايفين على ماركة تكون حلوة أجيب منها الدبس يعني بتاع الفلفل.
هنا بقى كنت جيت البيت ودخلت المطبخ وقُلت هابدأ إن أنا أحضّر الفطار بتاعنا، النهارده هاعمل فطار بسيط وبالنسبة لي سهل يعني. دي كده كانت عندي قطعة لحمة مفرومة يعني ما تعدّيش ال200 جرام يعني، كمية صغنّنة، حطيت عليها معلقة من البرغل الناعم، وده فص توم كده، وهابدأ أنزل بالبهارات بتاعتي، طبعًا بهارات تقدروا تضيفوا البهارات اللي أنتم بتحبوها، أنا بس ضِفت ملح وفلفل أسود، وهاحط بابريكا والبول بيبر، مش هاضيف إضافات تانية. وهابدأ إن أنا أشكِّل الكفتة دي يعني كِوَر صغنّنة عشان نعمل النهارده أكلة بطاطس بالكفتة. الكفتة دي ممكن الناس تخزّنها، هنا في تركيا بيخزّنوها خاصةً في وقت رمضان، تبقى كده كِوَر صغنّنة علشان تكون جاهزة عندهم وقت الفطار، بيستخدموها في الشوربة، بيستخدموها في أكلات في الفرن. أنا بالنسبة لي النهارده هاعمل كده أكلة سريعة زي ما قُلت لكم البطاطس بالكفتة، فبدأت إن أنا أمزج المكونات بتاعتي كويس أوي، وهاشكّلها كده كِوَر صغنّنة خالص بيتقال عليها مِسكة كفتسي يعني بلية، مسكت يعني بلية. بالمناسبة وإحنا في جاموسهانا فُلقان شايل البِلي بتاعه، عنده شنطة كده كبيرة البِلي بتاعه من أيام ما هو طفل حريف عندي فُلقان، كان طلّعهم للولاد وقعدوا يلعبوا بالبِلي بتاع باباهم، وتبقى حلوة كده إن الواحد يكون عنده حاجة من الذكريات الطفولة بتاعته ويشاركها مع أولاده. حبيت بس أقول لكم بمناسبة المِسكت بما إننا بنعمل بِلي دلوقتي، بِلي الكفتة، المهم الكفتة الكمية اللي عندي دي كلّها كده هاكوّرها كِوَر صغنّنة بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. هنا بقى أنا كنت قطّعت بصلاية وحطيت المادة الدهنية بتاعتي، وقطّعت الخضار كمان اللي هو البطاطس، حبيت أقطّعها كده مكعبات ما تكونش صغنّنة، وسط كده علشان أنا باحب البطاطس تكون مستوية أوي، فهاسيبها وقت حلو على النار، فعلشان ما تتهريش وتتفتت، يعني بيبقى يُفضّل إن تتقطّع كده يعني بالحجم اللي أنا قطّعته كده وسط. المهم بعد ما تبِّلت البصلاية نزلت بقى زي ما قُلت لكم بمعلقة كده صغنّنة مليانة من معجون الطماطم ومعجون الفلفل. يعني بقى لي 20 يوم كنت باطبخ بالطريقة دي، فعارفين اللي هو اتعودت يعني. بس بصراحة الفلفل اللي هو بيكون معمول الطبيعي اللي دايمًا مثلًا في العادي باجيبه دايمًا من السوق أو حد بيكون بيبيعه من القرية، أحلى بكتير، يعني بتحسوا بفرق الريحة وحتى في قوامه عن اللي هو بيكون مُعلب. بس بما إني جبت خلاص يعني قُلت لمّا تخلص إن شاء الله أبقى أرجع أجيب تاني، لإن أنا بصراحة ما كنتش عارفة لسه هانزل السوق إمتى ولا حاجة. المهم شوحت كده برضه البطاطس مع الطماطم وحطيت بهاراتي، ما حطيتش غير بس هو ملح وفلفل مش أكتر من كده، أنتم الناس اللي بتحب تضيف بهارات أكتر تضيف، أنا بصراحة يمكن خلاص اتعودت، أنتم عارفين هنا في تركيا مش بيستخدموا البهارات، واتعودت دايمًا إن أنا لمّا باعمل الوصفة أعملها زي ما هُم بيعملوها. المهم هاسيب بقى عندي كده البطاطس في الصوص بتاعها تغلي، وفي الأثناء دي جبت طاسة حطيت فيها نقطة كده من الزيت، والكفتة بتاعتي آخدها كده تشويحة. في ناس بتحط الكفتة دايركت كده على الكفتة زي ما انتوا بتحبوا، بس أنا بصراحة باحب أديها التشويحة دي، مجرد بس إني عارفين الكفتة
تغيّر اللون الأحمر بتاعها ده كلّها كده، وبعد كده في الأثناء دي بتكون عندي غلية الأكلة، هاروح قايمة زي ما أنتم شايفين يعني كده هنا غليت عندي البطاطس، هاضيف الكفتة، بعد كده أهدّي عليها النار بقى وأسيب عندي ال الأكلة تستوي براحتها، يعني أنا باحب البطاطس تبقى دايبة خالص، فهاسيبها تستوي براحتها خالص. اللي متابعني أكيد عارف أدام حطينا الزبادي دي يبقى المنيو النهارده بتاعنا فيه شوربة الزبادي التركية، من الوصفات الجميلة جدًا اللي حبيتها أوي، واللي جربها من متابعيني شكروا لي فيها جدًا، فعايزة بقى الناس اللي جربتها تكتب في التعليقات علشان تشجع الناس لو لسه ما جربوش الوصفة دي يجربوها، شوربة مختلفة مغذية حلوة على سفرة رمضان. زي ما أنتم شايفين دي بيتقال عليها التربية، حطيت 3 معالق كبيرة كده من الزبادي، عليها صفار بيضة ومعلقة كبيرة من الدقيق، وباقلّبهم كويس جدًا إن هم ما يكونش فيهم تكتلات. التربية دي بتتعمل لوصفات كتيرة من الشوربة، زي شوربة النهارده اللي أنا هاعملها، زي ما أنتم هتشوفوا أنا ما ضفتش بس لسان عصفور بس، في وصفة تانية ممكن نفس نوع الكفتة اللي إحنا عملناه نحطها في الشوربة ديّة مع حمص، ممكن نستبدل لسان العصفور بالشعرية أو برز مسلوق، يعني الاختيار أو المتاح ليكم. أنا دايمًا يعني أكتر حاجة إن أنا باعملها بلسان العصفور، أو المخروطة، عجين المخروطة، يعني وصفة جميلة جدًا. حطيت بقى هنا أنا كنت حطيت مَيّة غليتها ونزّلت فيها لسان العصفورة أول ما اتسلق كده استوى، بدأت أحط من المَيّة المغلية دي على الصوص بتاعنا، علشان نعادل درجة حرارته، علشان لمّا نضيفه على شوربتنا دلوقتي بتقول عليها إيه، يعني ما تسقطش يعني فاهمني؟ قلّبت كويس كده لحد ما فيش أي تكتلات، وهاضيفه بقى على الشوربة بتاعتي. بعد ما كنت حطيت بقى التربية أو الصوص على شوربتنا باخلّيها تاخد غلوة وطفيت عليها، وبصراحة قُلت على وقت الفطار على طول نعمل لها الطشة بتاعتها بتاعة الزبدة والنعناع، وهي دي اللي بتدّي نكهة حلوة أوي للشوربة. فحطيت كده مكعبين من الزبدة وتحط مقدار حلو كده من النعناع، ده كان آخر حبة عندي. وحاولوا بس تشوّحوا النعناع يعني تشويحة مش كتير علشان بس لونه ما يغمقش وبيمرّر، وهنضيفه على الشوربة بتاعتنا. وده كده كان الفطار بتاعنا، طبعًا مشروب نكسر عليه ريقنا والتمر، شوربة، رز طبعًا بالشعرية، كان عندي ممبار يا جماعة فقليت النهارده ممبار ودي البطاطس بالكفتة بتاعتنا، وده كان فطارنا وده كان يومي، أشوفكم على خير فيديو جديد وأقول لكم باي باي.